تونسية وعودة ألمانية في آخر الدقايق واكتساح هولندي. كل ده وأكتر هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. بس قبل ما أبدأ في أي حاجة لازم الأول أعتذر عشان ما نزلتش فيديوهات في آخر كام يوم، بس الحقيقة كان عندي ظروف مرضية فما قدرتش إن أنا أنزل فيديوهات، بس إن شاء الله الأيام الجاية هنزل حلقات كتير. ونبدأ بالماتش الأول واللي كان بين هولندا والسويد، وانتهى بالفوز الساحق لهولندا 5-1. ومن البداية كان التفوق الهولندي باين. في الدقيقة 5 سجل بروبي الهدف الأول لهولندا، وفي الدقيقة 17 سجل نفس اللاعب التاني لهولندا عشان تبقى نتيجة 2-0. وباقي الشوط الأول السويد ضيعت كذا فرصة كانت ممكن ترجعهم في الماتش. ومع بداية الشوط الثاني سجل جاكبو هدفين لهولندا في الدقيقة 47 و54 عشان يخلص على الماتش خالص. وفي الدقيقة 59 سجل إيلانجا هدف لحفظ ماء الوجه للسويد، ولكن في الدقيقة 89 سجل سمرفيل الهدف الخامس لهولندا عشان ينتهي الماتش بنتيجة 5-1. هولندا بالنتيجة دي شبه ضمنت الصعود للدور الثاني. أما السويد فعندهم مشاكل دفاعية كتيرة، خصوصا إن أول 3 أجوان هولندا جم بنفس الطريقة تقريبا. ونخش على الماتش الثاني واللي كان بين ألمانيا وكوت ديفوار، وانتهى بالفوز الألماني في الدقائق الأخيرة 2-1. بدأ الماتش وألمانيا كانت هي اللي مستحوذة وبتعمل فرص، وبالفعل في الدقيقة 22 سجلوا الجون الأول لكن الجون اتلغى. وبعد الجون كوت ديفوار تقدر تقول ان هم فاقوا شويه، وفي الدقيقه 30 وعلى عكس التوقعات سجل فرانكيسيه الهدف الاول لكوت ديفوار. وبعد جون كوت ديفوار وبالذات في الشوط الثاني كوت ديفوار ضيعوا فرص كتير جدا كانت ممكن تقتل الماتش ويبقى فوز تاريخي ليهم، ولكن كالعاده الالمان ما لهمش امان. ففي الدقيقه 68 يسجل اونداف هدف التعادل لمنتخب المانيا من عرضيه جميله من نديم اميري، اللاعبين اللي لسه نازلين. وفي الدقيقة 94 سجل اللعيب نفسه هدف الفوز القاتل للمنتخب الألماني عشان ينتهي الماتش بنتيجة 2-1 ويحسم تأهل منتخب ألمانيا من دور المجموعات لأول مرة من نسخة 2014. أما كوت ديفوار فطبعا ضيعوا الفوز من إيديهم، لكن لسه ليهم فرصة كبيرة في التأهل لو حتى تعادلوا الماتش الأخير قدام كوراساو. ونخش على الماتش الثالث واللي كان بين كوراساو والإكوادور واللي انتهى بالتعادل السلبي. والحقيقة الماتش كله كان تحت سيطرة الإكوادور، شوط واستحواذ وتمريرات وكل حاجة، لدرجة ان الإكوادور سجلوا نسبة استحواذ وصلت ل 76%، ونسبة الأهداف المتوقعة بتاعتهم كانت وصلت ل 2.5 مقابل نص بس لكوراساو. ولكن اللي الإكوادور ما كانوش يعرفوه ان هم كانوا في مواجهة وحش اسمه إيلوي روم، وهو حارس منتخب كوراساو، الحارس اللي قدر يعمل رقم قياسي كبير بان هو يعمل 15 تصدي في ماتش واحد، وكان سبب رئيسي بالتأكيد في نقطة تاريخية لمنتخب كوراساو في كأس العالم. اما على الناحية التانية فخيبة امل كبيرة جدا لمنتخب الإكوادور، منتخب عنده نجوم كبيرة زي باتشو وهنكابي وإينر فالنسيا، ويطلع بالنتائج السيئة دي طبعا بنسبة كبيرة مش هيقدروا يتأهلوا للدور الثاني الا لو ألمانيا قررت تريح لاعبتها في الماتش الأخير. ونخش على الماتش الأخير واللي كان بين تونس واليابان، وانتهى بفوز اليابان 4-0. ومن البداية كان واضح ان لعيبة تونس داخلين الماتش من غير روح ولا أي حاجة، وكانوا داخلين الماتش فاقدين الأمل تماما. ففي الدقيقة 4 سجل كمادة الأول لليابان، وفي الدقيقة 31 سجل أويدا الجون الثاني لليابان عشان يخلص الشوط الأول بتقدم اليابان 2-0. بدأ الشوط الثاني وفي الدقيقة 89 سجل إيتو الثالث، وفي الدقيقة 83 اختتم المهرجان التهديفي أويدا عشان يخلص الماتش بنتيجة 4-0. منتخب اليابان منتخب كبير وبنسبة كبيرة ضمن الصعود. أما منتخب تونس فخيبة أمل كبيرة جدا، فبعد الماتش الأول اللي خسروه 5-1 قدام السويد قرروا يمشوا المدرب صابر لموشي ويجيبوا مكانه هيرفي رينار، لكن مفيش أي حاجة اتحلت، وده كان بيوضح إن المشكلة ما كانتش في المدرب لوحده. فمنتخب تونس بعيد جدا عن أي منافسة، وده ظهر بوضوح كمان في النسخ الأخيرة من كأس أفريقيا، وبالتأكيد محتاجين تغيير جذري في الكرة التونسية عشان يقدروا يرجعوا تاني ينافسوا على البطولات. وبس كده، ده كان كلامنا في الحلقة دي عن ماتشات السويد وهولندا وتونس واليابان وألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور وكوراساو. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا حلقاتنا أول بأول. وكان معاكم عمار أحمد، وبس كده وسلام.